لو البرج بتاعك حيوان كان هيبقى حيوان ايه؟ ومن غير زعل يا جماعة، من غير زعل. فتعالى بقى قولي كده في البداية انت برج ايه، وتعالى شوف البرج بتاعك لو حيوان كان هيبقى ايه، وصلوا على النبي ومن غير زعل. وقولي الاول كده انت برج ايه عشان ما ترجعش وتغير رأيك يعني اما نعرف. ويلا بقى هنبدأ كده. برج الحمل. تفتكر يا برج الحمل لو انت حيوان كنت هتبقى ايه؟ يعني انا عايزه برج الحمل يجاوب. تفتكر؟ طيب انا هقول لك عشان ما اطولش عليك. برج الحمل كان هيكون اسد. طب اشمعنى برج الحمل هيكون اسد؟ لان برج الحمل قوي وشجاع جدا. فبرج الحمل لو كان حيوان كان هيبقى يعني كان هيبقى اسد، مش برج الاسد، لا كان هيبقى الاسد، الحيوان الاسد. فانتوا فين يا برج الحمل؟ طيب برج الثور، تخيلوا الثور هيبقى ايه؟ ما تزعلوش يا برج الثور، بس برج الثور كان هيبقى بقرة. طب ليه بقرة؟ حرام عليكي، بقرة وبقرة عنيدة. عشان برج الثور بطيء وعنيد قوي، يعني بطيء في حياته وعنيد في حياته، فبقرة عنيدة. اللي بعده. طيب برج الجوزاء، كنت هتبقى قرد. والله زي ما بقول لك كده، عشان انت شقي وعلى طول بتتنطط وكلامات كتير. فبرج الجوزاء كان هيبقى قرد. هموت ضحك. اللي بعده برج السرطان، كانت هتبقى قطة كيوت، لاني برج السرطان دلوع وحنون. انت فين يا كيوت؟ او انت فين يا كيوت؟ برج الاسد، الا هم لا حسد. تفتكروا الاسود هتبقى ايه؟ النمر طبعا طبعا، عشان مسيطر، والنمر هو اللي مسيطر. اللي بعده برج العذراء، نحلة لانه مجهود، بيحب يعمل مجهود وبيحب يشتغل. نحلة كده ما بتورش. طيب برج الميزان، طاووس. طب اشمعنى برج الميزان طاووس؟ عشان شكله حلو، والميزان مغرور زي الطاووس. الطاووس كده عنده غرور لانه هو حلو. اي خدمه يا ميزان. طيب العقرب، عقرب مؤذي، حتى في الحيوان مؤذي، وحتى في الحقيقه مؤذي. طيب اللي بعده القوس، حصان، حريه واندفاع. اللي بعده الجدي، سلحفاء، سلحفاء، بطيء بطيء يا محي جدا جدا جدا. برج الدلو، بومه. انت يا بومه، او انت يا بوم. ليه بومة؟ لانه غريب ومختلف، هو كده. طيب برج الحوت، سمكة، سمكة صغنونة كده، عارفين سمك الزينة؟ طب اشمعنى برج الحوت سمكة؟ لانه حساس جدا وبيتحسس من اقل كلمة وبيتأثر من اقل حاجة. فقولي بقى انت برج ايه، والحيوان بتاعك ايه، وخلص الكلام. سلام.